we can create a conducive environment for fair trade. اعتبارا من الأول من يناير المقبل تصبح مصر عضوا بشكل رسمي في تجمع بريكس، أحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، في خطوة بمثابة شهادة ثقة في قدرة مصر واقتصادها وتأكيد لثقلها على المستوى الدولي والإقليمي. لا شك أن انضمام مصر للبريكس وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بالبريكس في ديسمبر عام 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروغواي تحمل العديد من الأبعاد، كما تعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التقارب المصري مع التكتل يحقق استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ويؤدي استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي إلى التخفيف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية. كما أن وجود مصر كدولة عضو ببنك تنمية تابع للتكتل البريكس سيمنحها فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيد من الثقل للدول النامية والناشئة. So that brings us to the end of our press statement. Thank you very much. Thank you very much for your attendance.